أهلا وسهلا بكم مشاهدينا عبر صفحة نسول النجوم. معنا اليوم في نقل أحداث منتخب مخيم ديال المنتخب فئة الصغرى. معايا في الجانب ديالي الأخ مصطفى الغزاوي. الأخ مصطفى الغزاوي، مرحبا بك. ربي يخليك. شكرا على الاستضافة. الأخ مصطفى الغزاوي، ممكن تقدم نفسك للناس اللي ما كيعرفوكش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الغزاوي مصطفى، مدرب وطني. الله تنشق الطريق ديالي في البطولة المغربية، والحمد لله راه فاش بديت التدريب ديالي شرفت على عديد الفرق الكبرى: النهضة البركانية، هلال الناظور، قرسيف، وداد سمارة، شباب بن قرير، الدفاع الحسني جديدي. وتجربة ناجحة بكل المقاييس بالنسبة لي. ومعايا الأخ عبد المنعم من شرف أزمور، مرحبا بك. شكرا. كنرحبوا بالمشاهدين ديال نسولوا النجوم. عبد المنعم وديع، استاذ التربيه البدنيه، خدام في بير جديد، وبدينا واحد التجربه تما ديال التكوين ديال الفئات الصغرى. الحمد لله عطات الاكل ديالها، ديال انه بعض العناصر تم الاختيار ديالهم من طرف عصبه الدكه العبده باش يمثلوا هذه الفئه في هذا التربص الوطني. وكذلك معي في احد المستفيدين من هذا المخيم، عبد الله عيفر، من فريق شباب بن قرير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من لاعب ديال شباب بن قرير، سميتي عبد الله عيفر. جيت لهذا المخيم ديال المنتخب المغرب باش نجربوا هذا المخيم هذا ونتعرفوا على الدراري جداد من جميع المدن ديال بلاد المغرب. غادي نقدم لكم بعض ملخصات على هذا المخيم اللي غادي يتكلفوا به اطر مغربيه معروفه. اولهم الاخ مصطفى، هذه كتجربه اشنو بالك فيها؟ الحمد لله، هذه تجربة تثلج الصدر، وحنا راه تنشكروا الجامعة والمسؤولين على اللي فعلوا هذه الفكرة، وهي فكرة ناجحة بكل المقاييس. واخا الله اليوم يومين على المجيء ديالنا المخيم. قبل ما يتسالي عندنا 13 يوم ناجحة بكل المقاييس. تتشوف عديد الفتيان متحمسين من جميع الجهات المغربية. كاين تعارف، كاين منافسة شريفة، واللاعبين باليومين تتشوف واحد المستوى اللي ان شاء الله غيكون هو الخلاف ديال كرة اليد المغربية. بالنسبه لك الاخ منعم، كم مشروع وضعته الجامعه للمدى البعيد في تطوير اللعبه؟ اشنو بالك في الفكره ديال هذا المشروع؟ هو قبل خصنا نوضحوا انه هذا المخيم هو عباره عن هو عباره عن تربص ديال المنتخبات ديال العصاب. يعني تم انتقاء من طرف العصاب، تم انتقاء اجود العناصر وقاموا بارسالها لهذا المخيم، على اساس انه بحضور الاطر الوطنيه اللي غتشرف على تكوين منتخب ديال فئه 2000 و2001 هي اللي غتكلف باختيار العناصر اللي ممكن انهم يوجدوها للمستقبل. من يعني لان المغرب كما كتعرفوا غيحتضن كاس افريقيا للفئات الصغرى ديال 2018 ديال الفتيان وديال الشبان. فالعمل بدا بسنتين قبل. هذا عمل ما علينا الا اننا نتمنوه. كنتمنوا ان التجربه تنجح يعني، وكنتمنوا ان تزاد تعطى واحد الاهميه، وعوض انها تكون فقط موسميه وكاستعداد ل 2018 خاصها تكون هادشي سنوي وما يكونش مركز واحد، يكونوا عده مراكز في المغرب كامل باش يكون حتى الاستفاده عدد المستفيدين يكون كبر. لان توسيع القاعده هو اللي غيؤدي للتطوير ديال اللعبه. الا ما وسعناش القاعده ما يكونش تطوير ديال اللعبه. نعم. اليوم الأول أخ مصطفى شفنا مواهب كثيرة حضرات، 120 مستفيد من هذا المخيم. أشنو بان لك في اليوم الأول والمواهب اللي ظهرت اليوم؟ كما شرط لي بأن راه من خلال هاد اليومين اللي دوزنا في المخيم بانوا
تبين لنا ان كاين المستوى، خاصهم شويه العنايه وهذاك، وغادي غنشوفوا واحد المجموعه اللي غادي تمثل المغرب من هنا لقدام، وهي اللي غتكون رقم صعب لبعض الدول المجاوره. كذلك غادي ناخذوا بعض الابتسامات من عند اللاعب عبد الله، لاعب شباب بن قرير، حول هذا المخيم التجمعي ديال المنتخب الوطني للفئات الصغرى. عبد الله، بغينا نعرفوك باش حسيتي اليوم، واش هادشي عمر الدار، شنو جديد في هادشي كامل؟ هي التجربه دي ما عمرني جربتها كاع من بدايه الحياه ديالي، ما عمرني جربت هاد التجربه، وهاد المره عطاتنا فرصه باش نتعرفوا نيت على دراري ونديروا نيت تيست في المنتخب ديالنا، نشرفوا بعد المغرب ديالنا ونشرفوا العصاب ديالنا. وهذا مخيم جاني مزيان، ما كاين فيه حتى شي مشكل، وان شاء الله غادي يتم على مستوى جميل.